الطفل هيكذب لما هيخاف، هتطمنه هيقول لك الحقيقة. الموظف هيكذب لما يخاف، هتطمنه هيقول لك الحقيقة. هنعمل بيئة آمنة، الناس هتحس انها مقبولة ومرضي عنها، ومش هيبقى فيه سكينة اللوم وكرباج الإحساس بأن أنا محكوم عليا، بأن أنا مش مقبول، مش مرضي عني. هكذب، هتطمن وهتقبل، هقول الحقيقة. النقطة دي مهمة جدا. ابنك ممكن يكذب في حاجات صغيرة طول ما هو مبرمج نفسه على انك هتخونه وهتنتقده ومش هترضى عنه وهتحكم عليه. بعد ما يكبر ممكن جدا يبدأ يكذب في مصايب ويورط نفسه في حاجات بنتك وابنك هما في غنى عنها، فقط لان انت على صغائر امور صغيرة في طفولتهم ما كنتش بتقبلهم وما كنتش بتقبل الاخطاء اللي هما بيعملوها. اقبل اي حاجة بيعملها ابنك او بنتك عشان لما يكبر ما يضطرش ان هو يعمل مصايب ويخبيها عليك وفي الاخر يورط نفسه في حاجات ملهاش اي معنى. لان كل طفل بيكذب بيطلع في الاخر موظف بيكذب، وبيطلع في الاخر زوج او زوجة بتكذب. شاركونا بتعليقاتكم ارجوكم، قولوا لنا لو عندكم مواقف، خلوا الناس تفهم وخلوا الاباء مجدة تربي ابنائها في بيئة امنة. ثانك يو.